الحكاية ابتدت في الخمسينات لما الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خصص مساحة 50 فدان عشان يبني عليها أكبر مصنع لصناعة الكراسي بمنطقة إمبابة بحي الوراق، وكان ده من ضمن الخطة الخمسية الأولى، وكان الغرض منه هو عمل نهضة مصرية صناعية يبقى ليها صيت في بلدان كتيرة. وبالفعل حقق المصنع إنتاج ضخم وفضل كده طول فترة حكم عبد الناصر. لكن بعد وفاة الرئيس عبد الناصر سنة 1970 وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات بدأ عهد الانفتاح الاقتصادي، وابتدى المصنع إنتاجه يقل لأنه بقى مش قادر يواجه المنافسة العالمية، ومن هنا بدأت رحلة الانهيار. ومع الوقت ابتدوا العمال يعملوا معاش مبكر، واضطرت الدولة لتطبيق نظام الخصخصة عشان تنقذ ما يمكن إنقاذه من الصرح الضخم ده. وفي سنة 2012 تم الإعلان عن غلق المصنع رسميا، وتحول المشهد من قلعة صناعية عملاقة لأرض مهجورة بتسكنها الحيوانات الضالة. ومن هنا بدأت مقولة ورا مصنع الكراسي، ومرت الأيام وانتشرت العبارة دي في جميع أنحاء مصر، وبقى أي حد عايز يقل من حد يقول له هاخدك ورا مصنع الكراسي. بس الموضوع موقفش لحد هنا. سنة 2012 وقبل كاس العالم للأندية كان في مباراة ودية هتتلعب في قطر بين النادي الأهلي المصري ونادي بايرن ميونخ الألماني. وقبل المباراة نشر نادي بايرن ميونخ على صفحته الرسمية في فيسبوك إنه هيقابل النادي الأهلي في قطر، ووقتها علق أحد مشجعين نادي الأهلي وكتب الأهلي هياخدكم ورا مصنع الكراسي. والتعليق ده عمل آلاف اللايكات، وده اللي خلى المسؤولين عن الصفحة يردوا عليه ويسألوه هو يقصد إيه بكلامه ده. وبعد 4 سنين من المباراة وسنة 2016 أخيرا فهموا إحنا كان قصدنا إيه لما ترجموها وفهموا معناها، وعشان كده عملوا لنا فيديو مخصوص بيردوا بيه علينا. ورا مصنع الكراسي. 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 عبارة ورا مصنع الكراسي كانت بتتقال بس في حي الوراق وإمبابة، وما كانش في حد غيرهم يعرفها، لكن انتشرت أكتر لما قالها الممثل أحمد مكي في أحد أفلامه في شخصية حزلقوم. وبقت كل ما تتقال عبارة ورا مصنع الكراسي الناس دايما بتربطها بأعمال مشبوهة وغير مشروعة. اللي في الأول دول مش انت سوا على المقطم نطلع على مصنع كراسي. طب احنا ما ينفعش نطلع مصنع كراسي واحنا متجوزين؟ انت صح. وتم استغلال شهرة الاسم بأشكال مختلفة زي أسماء لبعض المحلات وحملات الدعاية لفيلم جديد للفنان أحمد الفيشاوي بعنوان ورا مصنع الكراسي. كابتن عايزه اروح ورا مصنع الكراسي. مش عارفين نشم نفسنا من سيد رهبه ورجالته. انت جامد قوي. والحقيقة إن ورا مصنع الكراسي شارع اسمه مسجد التقوى، وأهل المسجد بيقولوا إنهم بيعملوا حلقات لتحفيظ القرآن وكفالة اليتيم، وأهل الحي كل سنة في رمضان بيعملوا موائد رحمن للفقراء، وإن كل الإشاعات اللي بتتقال عن الشارع ده مش حقيقية، وإنهم بيتضايقوا كل ما بيسمعوا الكلام ده، خصوصا بعد ما أرض المصنع اتبنى عليها أبراج سكنية والموضوع ما بقاش زي الأول. وهي دي كل الحكاية. بس لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو مش مشترك على قناتي اشترك وفعل زر الجرس، واستنى الفيديو الجاي ومش هتأخر عليك.